أهلا بكم معنا في تحليل معمق جديد. النهاردة بنركز على تطور ممكن نقول مثير للاهتمام بخصوص مسيرة النجم المغربي حكيم زياش. أهلاً بك وأهلاً بالجميع. فيه كلام عن احتمالية عودته للدوري الهولندي الممتاز، الدوري اللي شهد تألقه الكبير، وتحديداً الكلام عن نادي PSV أيندوفن. صحيح. مصادرنا متنوعة. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة. والمقال ده بيعتمد بشكل كبير على تقارير من صحيفة ED الهولندية، ودي صحيفة معروفة وموثوقة. في كمان أخبار قديمة مرتبطة بنفس الموضوع. فمهمتنا النهاردة إننا نفهم أبعاد الاهتمام ده اللي ممكن يبان مفاجئ شوية من أيندوفن، ونشوف موقف زياش نفسه إيه، ونحط كل ده في سياق وضعه الحالي، يعني كونه لاعب حر ومساره الأخير. خلينا نبدأ الغوص في التفاصيل دي. أكيد القصة دي فيها أبعاد كتير فعلاً. الموضوع مش مجرد انتقال لاعب وخلاص، لا، دي ممكن تكون نقطة تحول يمكن حاسمة في مسيرة حكيم زياش. بالظبط. ده لوحده خبر مهم. طبعاً. واللي يخلي الموضوع أهم كمان هو التوقيت. الاهتمام ده جاي وزياش بيمر بفترة خلينا نقول مش واضحة المعالم، بدون نادي بعد تجربة تعتبر قصيرة وما اكتملتش في قطر مع نادي الدحيل. صحيح. فالكلام عن عودته لهولندا، المكان اللي هو أصلاً تألق فيه بشكل كبير جداً مع أياكس، ده بيفتح سيناريوهات كتير لمستقبله القريب. طيب خلينا نبدأ من السبب المباشر، يعني ليه أيندهوفن بيتحرك دلوقتي؟ المصادر وتحديداً صحيفة ED الهولندية بتربط الموضوع بشكل مباشر بإصابة لاعب الفريق الشاب روبن فان بوميل. والظاهر إنها مش إصابة عادية، لا، ده التقارير الأولية بتقول إنها هتبعده عن الملاعب كذا شهر، وده طبعاً بيحط إدارة النادي قدام تحدي مش سهل لتعويض غيابه، خصوصاً والموسم يدوب بدأ. وهنا بتيجي أهمية فان بوميل نفسه للفريق. هو مش مجرد لاعب شاب وخلاص، لا، ده عنصر مهم في خط وسط أيندهوفن، لاعب معروف بحيويته، بقدرته يربط بين الخطوط. تمام. فإصابة طويلة للاعب بالدور ده بتسيب فراغ واضح، مش بس في التشكيلة الأساسية، لا، كمان في العمق الاستراتيجي للفريق في موسم طويل، في مشاركات محلية واحتمال أوروبية كمان. فالبحث عن بديل بقى ضرورة ملحة مش رفاهية. والمثير بقى واللي لفت نظري جداً إن المصدر الهولندي بيؤكد إن اسم حكيم زياش مش مجرد اسم مطروح ضمن خيارات، لأ، ده اتحط على رأس قائمة الأولويات لتعويض فان بوميل. ده تصريح قوي. قوي جدا فعلا. ده بيقول لنا إيه عن نظرة أيندوفن لزياش دلوقتي؟ يعني هل شايفينه هو الحل الأمثل لسد الفراغ ده؟ أعتقد ده بيشير لكذا حاجة. أولاً، في تقدير كبير لإمكانيات زياش الفنية وخبرته الكبيرة، حتى وهو عنده 32 سنة وبيمر بفترة من غير نادي. إدارة أيندوفن أكيد فاكرة كويس جداً زياش ممكن يقدم إيه في الدوري الهولندي. أكيد. ثانياً، ممكن يكونوا شايفين في أسلوب لعبه قدرته على صناعة الفرص، التسديد من بعيد، مهاراته في الكرات الثابتة، تعويض مناسب، ويمكن كمان إضافة نوعية مختلفة عن خصائص فان بوميل. إضافة مختلفة، دي نقطة كويسة. ثالثاً، ودي النقطة المحورية اللي ممكن تكون السبب في إنه أولوية، هو وضعه التعاقدي. وهي دي النقطة اللي كنت لسه هسأل عنها. كون زياش لاعب حر، يعني صفقة انتقال حر، ده عامل جذب كبير لأي نادي وخصوصاً في التوقيت ده. بالظبط، هو ده المفتاح اللي بيفتح الباب لأيندهوفن إنهم يتحركوا بسرعة وبفعالية. كونه لاعب حر ده معناه حاجتين أساسيتين. الأول، مفيش رسوم انتقال هتدفع لنادي تاني، وده بيقلل تكلفة الصفقة كلها بشكل كبير، وده مهم لكل الأندية دلوقتي في الظروف الاقتصادية دي. تمام. والتاني، وهو الأهم في حالة زي دي، البحث عن بديل لإصابة، هو إمكانية التعاقد معاه فوراً خارج فترات الانتقال الرسمية، يعني خارج الميركاتو. دي نقطة مهمة جداً. طبعاً، لو كان زياش مرتبط بعقد كان أيندهوفن لازم يستنى ليناير على الأقل، وده وقت متأخر قوي عشان تعوض لاعب أساسي اتصاب في سبتمبر. فالمرونة دي بتخلي خيار زياش عملي ومغري جداً. بس فكرة إنه لاعب حر، خصوصاً لاعب بقيمة وخبرة زياش، ممكن تثير تساؤلات برضه، ولا إيه؟ يعني ده معناه إنه ما استقرش في نادي بعد ما ساب تجربته الأخيرة. دي ممكن تتفسر إزاي؟ صحيح، هو ده الوجه التاني للعملة. يعني كونه لاعب حر بيديله حرية الاختيار والمرونة، بس في نفس الوقت بيعكس حقيقة إنه ما توصلش لاتفاق مع نادي تاني خلال الصيف أو بعده مباشرة.
تجربته مع الدحيل القطري زي ما قلنا خلصت أسرع من المتوقع، والعقد اتفسخ بالتراضي حسب اللي أعلن. الفترة دي من نقدر نقول البطالة الكروية ممكن تثير تساؤلات عند بعض الأندية. يا ترى جاهزيته البدنية إيه؟ طب مطالبه المالية؟ طب دوافعه إيه ورغبته في الالتزام بمشروع طويل؟ كل دي أسئلة منطقية. أكيد، بس يبدو إن أيندهوفن بحكم معرفتهم بيه قبل كده وحاجتهم الماسة ليه دلوقتي مستعدين يتجاوزوا التساؤلات المحتملة دي. طيب نيجي لموقف اللاعب نفسه، هل هو مهتم بالعودة دي للدوري الهولندي من بوابة أيندهوفن؟ المصادر بتلمح لإشارات إيجابية. أيوة، مقال البطولة كان واضح في النقطة دي، بيذكر إن زياش أبدى رغبة واستعداد للانتقال لأيندهوفن. الشرط الوحيد اللي اتذكر هو إن النادي يكون جاد ومستعد فعلاً يتمم الصفقة. وده كلام مهم جدا لو دقيق. جداً. ده بيدل على إن زياش مش شايف العودة للدوري الهولندي خطوة لورا، لأ، ممكن يكون شايفها فرصة مناسبة يعيد بيها إطلاق مسيرته في بيئة هو عارفها كويس وهي عارفاه كويس. بالظبط. تألقه زمان مع أياكس لسه في ذهن الناس كلها، والعودة لهولندا ممكن تديله الاستقرار والدعم الجمهوري اللي يمكن افتقده في آخر كام محطة ليه. ده كلام منطقي جدا. بيئة مألوفة، دوري عارف تفاصيله، نادي كبير بيديله منصة، تبدو وصفة كويسة. بس السؤال، هل أيندهوفن هو الخيار الوحيد المطروح لزياش؟ احنا عارفين انه كلاعب حر اسمه بيتردد كتير. وهنا بقى نوصل للكلام عن الاهتمام الأوسع بيه. المصادر المرفقة بمقال البطولة بتفكرنا إن اسم زياش ما غابش عن سوق الانتقالات كلاعب حر. صحيح. يعني خلال الأسابيع والشهور اللي فاتت كان في تقارير ربطته بأندية تانية. على سبيل المثال كان في كلام عن اهتمام من الدوري الإسباني، تحديداً من ناديين زي إشبيليا وإلتشي. إشبيليا وإلتشي. أيوة، وحتى صحيفة آس الإسبانية ذكرت إن إلتشي فضل سايب الباب مفتوح له كخيار حتى بعد ما قفل باب الانتقالات الصيفية، ودي حاجة مش معتادة وبتعكس جاذبيته كصفقة محتملة من غير تكلفة انتقال. وهل الاهتمام كان في إسبانيا بس؟ لا، كان في كمان تقارير عن اهتمام من أندية تركية زي ترابزونسبور وبشكتاش في فترات قبل كده. ده بيورينا نمط معين، زياش كلاعب حر هو سلعة مطلوبة في السوق. تمام، خصوصاً للأندية اللي بتدور على إضافة نوعية بخبرة أوروبية من غير ما تستثمر كتير في رسوم انتقال. بس ورغم كل الاهتمام المتكرر ده مفيش صفقة تمت لحد دلوقتي. وده اللي يخلي الواحد يسأل ليه؟ بالظبط، هل هي مطالب زياش المالية؟ هل هي مخاوف الأندية من ناحية لياقته أو استمراريته؟ ولا يمكن هو كان مستني العرض المناسب من مشروع رياضي يغريه أكتر؟ أسئلة كتير مفتوحة. والتعدد ده في الاهتمامات اللي فاتت وإن مفيش حاجة منها كملت، ده بيضيف طبقة تانية من التعقيد لوضعه دلوقتي. هو مش لاعب مغمور بيدور على أي فرصة وخلاص، لا، ده اسم كبير كان لحد وقت قريب مايسترو أياكس ولاعب مهم في تشيلسي وكسب دوري الأبطال. فعلاً. التباين الكبير ده اللي أشار ليه عنوان من العناوين المرفقة من مايسترو الأسود إلى عاطل يبحث عن فريق هو قاسي شوية في صياغته، بس بيلخص المفارقة اللي بيعيشها زياش. إزاي نفسر التحول ده؟ أعتقد إنها عوامل متداخلة. يعني فترته في تشيلسي ما كانتش ثابتة دايماً، كان فيها لحظات تألق، بس كمان فترات قعد فيها على الدكة وما شاركش بانتظام، يمكن بسبب تغيير المدربين، المنافسة الشديدة. بعدين انتقاله لجالتا سراي التركي حسب التقارير وقتها تعثر في الفحص الطبي، وده أثار تساؤلات حوالين حالته البدنية. صحيح، فاكر الموضوع ده. وبعدين جت التجربة القطرية القصيرة اللي خلصت بفسخ العقد. فكل المحطات دي ورا بعض اللي فيها عدم استقرار ممكن تكون أثرت على صورته في السوق شوية، ده رغم إن موهبته مفيش عليها أي جدال. طبعاً الموهبة موجودة، يمكن هو بس محتاج البيئة الصح والثقة الكاملة عشان يستعيد البريق بتاعه اللي تعودنا عليه. وده يرجعنا للسياق الزمني اللي ذكرتيه قبل كده. الأخبار عن اهتمام الأندية التانية دي مش جديدة قوي، بعضها من أسابيع أو حتى شهرين فاتوا. يعني عملية البحث عن نادي دي مستمرة بقالها فترة. صحيح. هل ده بيحط اهتمام أيندهوفن الحالي في ضوء مختلف؟ يعني هل دي مجرد محاولة تانية ممكن ما تنجحش؟ ولا الظروف المرة دي مختلفة بسبب حاجة أيندهوفن الماسة ليه؟ أنا شايفة إن الظروف الحالية بتخلي اهتمام أيندهوفن أكثر جدية وواقعية من بعض الاهتمامات اللي فاتت. حاجة النادي واضحة ومباشرة، سببها إصابة فان بومل. تمام؟ هم مش بيستكشفوا السوق وخلاص، لأ، بيدوروا على حل محدد وسريع.
وزياش بيمثل الحل ده المحتمل والمتاح فوراً. نقطة كويسة. بالإضافة لكده عودة زياش لهولندا ممكن تكون منطقية أكتر له هو شخصياً ورياضياً مقارنة ببعض الخيارات التانية اللي يمكن اتقالت قبل كده. الدوري الهولندي هو عارفه كويس، والضغط ممكن يكون أقل مقارنة بالدوريات الكبرى التانية، وده ممكن يديله فرصة أحسن يستعيد ثقته ومستواه. إذن لو لمينا كل الخيوط دي مع بعض، حاجة ملحة في أينهوفن، لاعب موهوب ومتاح كصفقة حرة، رغبة مبدئية متبادلة بين الطرفين، وبيئة ممكن تكون مثالية للاعب عشان يرجع لمستواه. تبدو كل العوامل متوفرة لصفقة ناجحة. نعم، على الورق تبدو كده فعلاً. في فرصة حقيقية وملموسة لزياش إنه يرجع تاني للواجهة من خلال بوابة نادي كبير في بيئة مألوفة له. الظروف شكلها مناسبة جداً، حاجة النادي بلس توفر اللاعب بلس رغبة اللاعب المبدئية. بس وده مهم نقوله، بيفضل السؤال الجوهري مطروح. لو الخطوة دي تمت فعلا هتمثل إيه لمسيرة زياش؟ هل هتبقى مجرد محطة تانية ولا نقطة تحول حقيقية ترجعه لدائرة الضوء كواحد من أبرز المواهب في مركزه؟ السؤال الأهم فعلاً على اللي هيقدمه زياش على أرض الملعب. مدى قدرته يتأقلم بسرعة ويستعيد إيقاعه ومستواه الفني والبدني في دوري تنافسي زي الدوري الهولندي. التحدي كبير بس الفرصة أكبر. حسناً، خلينا نحاول نلخص الصورة النهائية زي ما بتبان دلوقتي. نادي أيندهوفن الهولندي عنده مشكلة بسبب إصابة لاعبه روبن فان بوميل، وشايفين في حكيم زياش الحل الأمثل والأسرع لتعويضه، ومستفيدين من كونه لاعب حر، يعني ممكن يضموه فوراً ومن غير تكلفة انتقال. تمام؟ زياش من ناحيته شكله مرحب بفكرة العودة لهولندا، وأبدى استعداده يروح أيندهوفن لو العرض جاد. الاهتمام ده بيجي بعد فترة زياش كان بيدور فيها على نادي واسمه ارتبط بكذا نادي أوروبي، بس مفيش حاجة كملت. صحيح. إذن المغزى من كل ده إيه؟ إحنا ممكن نكون بنشوف لحظة مفصلية في مسيرة لاعب موهوب مر بتقلبات كتير. فرصة أيندهوفن دي ممكن تكون طوق نجاة أو منصة انطلاق جديدة له في أوروبا. بالظبط. وفي ختام تحليلنا للمعطيات دي، خلينا نطرح سؤال أعمق شوية للتفكير، سؤال يتجاوز تفاصيل الصفقة نفسها. اتفضلي. لو بصينا على رحلة حكيم زياش كلها، من التألق الكبير كمايسترو في أياكس، مروره بتجربة متذبذبة في تشيلسي رغم بعض النجاحات، وصولاً لوضعه الحالي كلاعب حر عنده 32 سنة بيدور على فريق بعد تجارب قصيرة ومش مستقرة. يا ترى العودة المحتملة دي للدوري الهولندي ممكن تعني إيه؟ مش بس لمستقبله القريب، لأ، لإرثه الكروي كله. سؤال مهم عن الإرث. هو لاعب عنده موهبة نادرة فعلاً، لكن مسيرته ما كانتش سهلة، كان فيها منعطفات وتحديات. فهل العودة دي لبيئة هو عارفها كويس والمفروض يلاقي فيها الدعم والتقدير ممكن تكون الفرصة إنه يستعيد السحر الكروي بتاعه اللي كان بيميزه ويكتب فصل جديد يضيف لإرثه بدل ما تكون مجرد محطة عبرة؟ ولا التحديات الأخيرة سابت أثر صعب يتمحي؟ ده فعلا سؤال يستحق المتابعة والتفكير فيه، بغض النظر الصفقة هتتم ولا لأ. بالظبط، هو ده السؤال الأهم في القصة دي كلها. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتوصل بأهم الأخبار العاجلة.